خايف يخسرك ولا مستخسرك؟ هو في فرق بين الاتنين؟ طبعا في فرق بين الاتنين. اللي خايف يخسرك ما بيستكفيش ان هو موجود معاكي، هو طول الوقت بيحاول يفهمك اكتر عشان يحسن اكتر علاقته بيكي. اما اللي مستخسرك فهو عايزك بطريقته، ممكن يستقتل لما تبعدي عنه، بس في الاخر لما ترجعي ويطمن انك انتي حنتيله هيرجع تاني لافعاله السابقة، مش هيحاول يجدد ولا يطور في العلاقة. مجرد حصوله عليكي وضمانه لوجودك هيخليه يرجع أوحش من الأول. اللي خايف يخسرك هتلاقيه بيحاول ألف محاولة عشان يبقى معاكي، عشان يساعدك، هتلاقيه بيسامحك كتير على غلطاتك، مش واقفلك على الواحدة، بيخلق ألف سبب عشان يكون معاكي. أما اللي مستخسرك العكس تماما، لو بصيتي على علاقتكم من كام سنة هتلاقيها أحسن بكثير من دلوقتي، والعكس صحيح. اللي خايف يخسرك لما تبصي على علاقتكم الأول هتلاقي دلوقتي أحسن من الأول. انتي بقى عليك التقييم وانتي بتبصي في علاقتك بشريك حياتك، هل هو خايف يخسرك ولا مستخسرك؟